بعض المرات الانسان كتضيق به وكيوقع في شي مشاكل او كيجيه مرض نفسي وكيلتجئ شي طرق وشي وسائل اللي كتزيد تخرج عليه، وعاده ما كينسب هذاك الفشل ديالو ولا انه ما وصلش لواحد الحاجه بانه سحر وعكوس وشعوذه. قصتنا اليوم ماشي قصه عاديه، بل هي قضيه غتهز الراي العام وغادي تبين الحقيقه والوجه الخفي ديال الدجالين اللي كيلبسوه ديك الوزره ديال الرقعات. رغم انني شلت في الحلقه السابقه بان الرقيه ماشي واحد المهنه او خدمه كيمتهنوها الفقهاء ورجال الدين، بل هو مجرد واحد العمل كديرو انت في سبيل الله، واي واحد في العالم راه يقدر يلقي راسو براسو عن طريق القران. و99.99% ديال هادوك اللي كيطيحوا كيبداو يديروا شي حركات ملي كيسمعوا القران ولا شي حاجه راه كيكونوا تحت واحد الضغوطات نفسيه وامراض، خاصهم اطباء نفسانيين وبسيكياتر باش يعالجوا النفسيه ديال هذاك الشخص المصاب. وغادي نقول لكم حتى واحد الطريفه دابا اللي غتزيد تصدمكم. تخيلوا معايا واحد السيده كانت ديما كطيح وكتقول راجلها انا راه ماشي هي هذيك، والزوج ديالها كان مريقل بزاف وبغى يكتشف الحقيقه ديال الزوجه ديالو، واش كتقول الحقيقه ولا غير كتكذب عليه. وهنايا غيبدا يقرا عليها واحد الكلام اللي لا علاقه له بالقران، غير تيخربق واللي جات على فمو تيقولها، يعني ماشي هذا القران اللي كان كيقرا عليها، هو كان غير باغي يختبر واش فعلا هاد الانسانه ممسوسه ولا غير كتكذب. مع بدا كيقرا عليها داك التخربيق وهي بدات طيح وبدات كتركل ليه تما وقال لها نوضي على سلامتك نعلة الله وعليك. فإلا كنتي من عشاق القصص الواقعيه والاحداث العجيبه والغريبه اللي كتوقع في العالم فمرحبا بك في القناه ديالك. ما تنساش دير لنا واحد لايك وواحد اشتراك ونبداو في تفاصيل القصه نيشان. واحد البنت سميتها سميره، العام اللي فات 2025 ما شداتش الباك ديالها. السيده كانت غير كتراوغ وتتلعب، الناس كيقراو والناس كيمشيو باش انهم يستافدوا ويجيو الدار ويجبدوا كتبهم ويخدموا، ولكن هي داك العام كانت عاطيه غير التمرقيل والضحك، والسيده ما كانتش دايره راسها في القرايه. وديما الام ديالها كانت كتبرر فيها وكتقول لها الا ما نجحتيش هذا العام باك راه غادي يخرجك من القرايه وغادي يزوجك لواحد السيد شارف وكبير. وفعلا با كان كيتحلف عليها، قال لها راه عندي واحد الصديق عنده الفلوس وبخير على خير، راك الا ما قريتيش ولا ما طفرتيش راه غادي نجوجك لهذاك الشخص بزز. دازت الايام والمده وجا الوقت ديال النتيجه، ولقات بانها فعلا راه ساقطه، حيتاش الدريه كما قلت لكم في الاول ما كانش دايره راسها في القرايه بتاتا، والاب ديالها غيقول لها انت ما قريتيش وانا ضارب عليك تماره، فمن الافضل انك تزوجي وما عندك ما ديري بهذه القرايه، حيت كون باغا تقراي غادي تنجحي العام الاول. ونسيت ما قلتش لكم بان هاد البنت سقطات عامين في الباك وساقطه ثاني عامين في السانكيام، وقال لها بنتي راك واخا تاخذ البكالوريا ديالك وتمشي للجامعه ولا اي حاجه راك بديتي كتكبري، وانت اصلا هاد القرايه دايرها غير استهزاء ولعب. ايوا هنا غادي تسالي الحفله وغيقول لها وجدي راسك، راه السيمانه الجايه غيجي السيد باش يطلب يدك وانا راه موافق على هذا الزواج بغيتي ولا كرهتي. البنت تلجأت لواحد الخطه باء. شنو هي الخطه هذه؟ ولات كطيح، ولات كتقول انا فيا الجنون، انا فيا العكوس، انا كنشوف شي حاجه، شويه كبدات تنتف شعرها، شويه كبدات تضرب في راسها مع الحيط، حركات ماشي هما هذوك. الام وصلت الاب بهاد الاخبار. حنا عارفين بان الوالدين كيبغيو غير الخير لولادهم ولبناتهم، ما كاينينش شي والدين اللي غيبغيو الشر لولادهم ولا يأذيهم ولا شي حاجه. الاب كان غير خايف على بنته وقال اني الا زوجتها لواحد الشخص اللي هو ثقه وانسان معقول وخدام ومدبر على راسه راه احسن من ان نخليها في الدار وما كتقرا ما والو، تصدق دايره ليا شي طلقيطه ديال البلا، اللهم تمشي تتزوج بهذاك السيد وتهنيني معاه. ولكن البنت كانت ثعلبه وماكره من العيار الثقيل. الاب ملي غادي توصلوا ديك الاخبار غادي يشفق على بنته، ولي اول مره غيولي يجي من الصف ديالها وغيولي يساندها ويقول لها شنو خاصك بنتي. غير كيبدا يقراو عليها في القران كتبدا تطيح وكدير شي اصوات وكتبدا تطرف في راسها وكتبدا تغوت بواحد النبره وبواحد الصوت ما كيشبهش ليها بتاتا. السيده قلدات الدور على اتم وجه. ايوا واحد النهار غادي تجي واحد خالتها وغادي تقول لامها بانه كاين واحد الفقيه دقه بطله غادي يخرج منها الجن، غادي يحيد ليها العكوس، غادي ترجع هي هذيك، يعني الدريه غترجع انورمال بحال حتى شي حاجه ما عندها. وكتقول لها بان هذا الفقيه هذا اللي هو راقي عنده واحد المحل والناس شادين عليه الصف، وانا راني كنعرف هذا الراقي بيرسونيلمون، يعني ما غاديش تلقاو معاه مشكل وغادي يتعامل معكم، وحتى في الثمن ما غاديش يغلي عليكم بزاف. الام اللي سمعت هذه الهضره جات من جنه والناس وعجبها الحال وقالت لها سير الله يرحم لك الوالدين انا الغد اللي غنمشي عنده. ايوا الغد اللي مشاو عند هذاك الراقي وفعلا لقاو عليه الزحام على الجهد، انسان بين فيه التاقي واللحيه والموعظه مع احترامات رجال الدين وبعض الناس التوقات اللي كيعرفوا الله سبحانه وتعالى. انا كندوي على دوك الشلاهبيه ودوك المنافقين والدجالين كما اقول كم من مره، وانا اتحمل مسؤوليه هذا
الكلام. اما بالنسبه اللي كيخافوا الله وشيوخ ديال الصح، كندوي لكم على علماء ديال بصح، راه ما غاديش يتلاح لهاد الشبوقات وغيستعمل الدين الاسلامي ديالنا كتجاره وبيزنس باش يدخل الفلوس. داك الراقي يسمع ديك البنت مزيان وسمع لامها وباها وفهم بان هاد البنت هادي غير طالقاها على والديها، وهنايا غادي يستغل الحيله والمكر، غيقول لهم بان بنتكم ساحرين ليها عن طريق السحر الاسود، وبان هاد الحاله ماشي هي اول ولا ثاني حاله كتجي عندي، بل جاو عندي العديد والالاف من الحالات مشابهه طبق الاصل الحاله ديال بنتكم. والحل الوحيد باش بنتكم يحيد ليها هاد العكوس وترجع عاديه وتنجح في الدراسه ديالها وتكمل الحياه ديالها طبيعيه ونورمال، هو انكم تجيبوا لي شكون اللي وصلته الخبر ديال السقوط ديالها، راه واحد فيهم غيكون داير لي العمل ديال السحر. داكشي علاش غادي نطلب منكم تعاونوني في هذه القضيه هذه وتحضروا لي كاع هذوك اللي اتصلوا بكم نهار بنتكم خضات النتيجه، وديك الساعه راه نكشف لكم بالضبط شكون هو هذا الانسان اللي دار لكم هذا العمل وحاول انه يضيع بنتكم هاد السنوات اللي ما نجحاتش. الاب في هذا الاثناء غادي يتصدم وغيبقى يفكر، تذكر بانه فاش بنته خضات هذيك النتيجه عيطوا عليها عمامها خوالها، الفقيه دخلوه عن طريق واحد الحاجه اللي سميتها الشك، وخلى ان هذاك الاب والام يفكروا يعاودوا السينتا من الاول ويكتشفوا شكون هو العدو اللدود ديالهم اللي خرج لهم على بنتهم وسقطها لهم هذيك العام. وانتم عارفين بان انسان ما قاريش وما واعيش راه اي حاجه ممكن يتيقها، يعني غتمشي انت عند واحد الفقيه لحيته واصله ليه حتى البوطو، داير لك هذاك عود الاراك وديك اللعيبه زعما راني تبات ديال والو، راه غادي يتيقوه ويقولوا بان هذا الانسان صادق وما يمكنش يزيد شي حاجه من راسو. كل ما كانش متاكد من هذه المعلومات وولد الدومين راه ماشي غادي غير يلحق ويبدا يقول في هذه الهضره. ايوا بلا ما نطول عليكم الكلام، حضروا هذوك العائلات كانوا جوج ديال الخوال وواحد الخاله، وغيمشيو كاملين بهم عند هذاك الفقيه وغادي يقول لهم هذه الهضره، غيقول لهم بانه واحد فيكم دار السحر لهاد البنت. والحاجه المضحكه في هذه الهضره واللي غتجيكم عجب هو انهم كلشي بدا كيحلف وشي كيسب في شي وشي كيهضر في شي، وهنايا غادي يقاطعهم هذاك الراقي وغيقول لهم غير بشويه عليكم، حنا ما يمكنش نتهم واحد الشخص اللي ما عندناش عليه واحد الدليل، انا فقط هذاك الجن اللي ساكن هاد البنت هذه هو اللي قال لي هاد المعلومات، وبان واحد في العائله المقربه هو اللي ساحر ليها هو اللي داير لي هاد العجب هذا. داكشي علاش غادي نقول لكم بانه واحد فيكم غادي يحلم بالشخص الحقيقي اللي دار السحور لهاد البنت. ولا بغيتوني نخرج منها الجن وترجع للحاله الطبيعيه ديالها فما عليكم الا تعطيوني داكشي اللي سخاكم به الله باش انايا نخدم الخدمه ديالي ونجيب البخور وكاع داكشي اللي غادي نحتاجو، لان هذا الكائن هذا راه صعيب ومن الجيل الاحمر، راه صعيب باش يخرج من شي واحد وخصوصا عن طريق السحر الاسود. وحتى الثمن اللي غادي نطلبه منكم راه ماشي شي ثمن اللي هو بزاف، نطلب منكم ثمن عادي، راه الناس كيخلصوا 4000 درهم، كاين اللي كيخلص 7000 درهم، وتعاونوا معايا وتا انا راني غنتعاون معاكم. واللي ما كانوش عارفين هذوك العائلات وهذاك الاب وديك الام وديك البنت بان هذا الراقي هذا اصلا في البدايات ديالو كان ساحر ودجال، وملي شاف بان هذا الرقيه ديال فيها الصرف وفيها ما يتخزن قال نلتجئ هذا المجال هذا ونستغل الدين والعواطف ديال الناس باش انني نستثمر من وراهم. كاين اللي بدا كيعطي في 500 درهم، كاين اللي عطاه كاع 1000 درهم 800 درهم، كل واحد عطاه داكشي اللي سخا به الله، والسيد ضرب من وراهم ضربه مليحه. ودابا عاد غادي تبدا القصه ديالنا، وركزوا معايا دابا مزيان. العائله غير غادي يرجعوا للدار غادي يتصابوا بواحد الهوس، هذا الهوس كنتمنى حتى شي واحد ما يتصاب به، هو الايمان الجازم بان اي حاجه طرات لهم في حياتهم راه كتكون عن طريق الجن والشياطين، وهذا اكبر خطا كيطيحوا فيه الناس الجهلاء. شحال من واحد ملي مثلا ما كتصدقش ليه واحد الحاجه او مثلا ما كيوصلش واحد الهدف تيقول لك حق راه العين، حق راه الجن هما اللي واقفين ليا في طريقي، وهذا تخربيق وهراء. انا كنامن بانه الشياطين راه كاين، راه اي حاجه ذكرت في القران الا وان الله سبحانه وتعالى خلقها، ولكن الخوت ما نساوش بان الله سبحانه وتعالى خلق لنا اقدار واختبارات في هذه الحياه، ويعرف واش غتصبر ولا ما غاديش تصبر. في هذا العصر اللي حنا عايشين فيه راه اكبر كائن خبيث على وجه الارض هو بنادم. الشيطان الا ما اديتيش انت راه ما غاديش ياديك، واكبر عدو للانسان هو الانسان بنفسه. بالنسبه دوك العائله الجد والجده والخوال والعمام دار واحد الجروب ولاو كيتواصلوا فيه يوميا وكيبدا يعطيو شي تاويلات من روسهم. مثلا واحد تيقول لي انا حلمت بكذا، انا لقيت راسي في واحد البلاصه، جي عندي واحد راجل قال لي، فهمتي؟ كل واحد بدا كيعطي تاويل خاص به، حتى غيجي النهار اللي الجد يعني بغات هذاك الراجل
اللي بنته ما نجحاتش في الباك غادي يحلم واحد الحلمه، غادي يحلم بانه الحفيد ديالو الحفيده ديالو اللي هما مازال باقيين صغار، واحد الدريه تقريبا عندها نقول لك شي 12 عام والدري عنده 10 سنين، حلم بهم بانهم هازين بحال واحد الكموسه فيها شي حاجه سحر او شي حاجه كتبين بانها خبيثه، هزوها وداروها تحت السداري اللي كاين في الصالون، وداك الصالون كانت ناعسه فيه ديك البنت اللي ما نجحاتش في الباك. وشوف معايا الجهل والخبث والغباء البشري لاش وصل. وانتم عارفين الخوت بان الانسان او العقل البشري ملي كيفكر في شي حاجه بزاف الا وانه كيحلم بها، وهذا الشيء منين دخلهم هذاك الراقي اللي هو اصلا سحار استغل الغباء والضعف الايماني ديال هاد الناس باش انه يدخلهم بحال الشيطان ويلصق لهم هاد الافكار الساذجه في الادمغه ديالو. الجد عيط على ولده اللي هو عم هذيك البنت اللي تسحرات، ومسكين كانوا عنده جوج ديال الولاد، عنده بنت وعنده ولد. عيط ليه السلام كي داير ولدي لاباس عليك بخير هاني؟ قال لي انا بغيت نخرج وليداتك يدوروا اليوم ونتساراو شويه وعشيه راني غنرجعهم ليك. يعني راه مستحيل باك يادي لك ولادك، هادشي راه معروف وما محتاجش انني نشرحه لكم. قال لي صافي الوليد الله ييسر صافي خرجهم معاك تا مساكن راه غير مخنوقين في الدار وانا راه خدام وما كنساليش ليهم، الا خرجتي مفوجتي عليهم شويه راه احسن حاجه. وبالفعل هذاك الجد غيهز هذوك الوليدات غادي يخرجهم معاه، وقال لولدو بانه في الظهر غادي يرجعهم للدار. ولكن فات الظهر فات العصر فات المغرب، والابن فاش كيعيط لباه تيجاوبو تيقول لي احنا جايين راه غير الطريق مزاحمه وكذا، وكيبدا يعطيه في اعذار. وثاني فاش عيط لباه فاش قرب العشاء بدا كيقول لي شوف راه غيباتوا عندي اليوم، غدا ان شاء الله راني غنجيبهم بلا ما تخاف عليهم، راه عاجبهم الحال ودوزوا احسن وقيته. الاب قال ليه دوزهم لي باش نهضر معاهم، ولكن داك الجد كان كيقول لي بلا ما تصدعهم دابا راه جايين عيانين. والحاجه الغريبه في الموضوع ان باه ما عمرو خرج ليه ولاد، ودي اول مره في الحياه كيشوف بان ولادو الصغار كيخرجوا مع جدهم، زعما با ولا في شكل. ولكن برغم هاد الافكار بدا كينعرف الشيطان واش يقول هذا الوالد ونشك فيه حشومه عيب وعار. صافي السيد حاول انه ينسى. مع 11:30 ديال الليل غادي تجي واحد المكالمه هاتفيه من عند جوندار، غيقولوا ليه غادي تجي عندنا دابا راه كاينه واحد الحادثه بغيناك تحضر فيها. الاب القلب ديالو كان غادي يسكت في بلاصتو بحال حس بان شي حاجه ماشي هي هذيك. بداو كيدخلوا بزاف ديال الشكوك، وفي نفس الوقت حاول يمشي بسرعه طياره عند هذوك جوندار ويعرف شنو واقع. حاولوا انهم يهدئوه وقالوا لي شوف واسمع لينا مزيان، حنا راه ما بغيناكش دير شي حركه ماشي هي هذيك، والله سبحانه وتعالى راه كيختبرنا في الدنيا، وهاد الدنيا راه ماشي هي دار البقاء، دار البقاء هي الاخره، وصبر راسك وكذا وراه هادشي عادي وبلا ما دير في بالك. الاب غير كيشوف فيهم مصدوم قال لهم كيفاش شنو واقع؟ قالوا ليه بان بنتك الكبيره راه توفات، ديك البنت اللي عندها 12 عام لقاوها مذبوحه وميته بواحد الطريقه بشعه. الاب هنايا من كثره الصدمه ما عرف يبكي ما عرف يغوت، بقى غير جالس في بلاصتو ومتجمد من هادشي اللي كيسمع فيه بودنيه. اما داك الابن الصغير فكان مسكين في واحد الحاله يرثى لها، اللحم ديالو كامل ضربات وكدمات، يعني كان تحت التعذيب. واللي دار فيهم هاد الفعله وهاد الجريمه هو الجد ديالهم، كان خداهم وداهم عند داك الراقي وقال ليه بان هاد جوج الدراري الصغار هما اللي تلبسهم الشيطان وخاصك تبقى تضرب فيهم ضرب مبرح حتى يقولوا ليك فين داروا هذاك السحر. دخلهم بجوج واحد البيت وعلقهم بالسلسله من رجليهم وبدا عليهم في التعذيب بالضرب المبرح، وبدا بديك البنت الكبيره اللي كان شافها في الحلم وقال ليها انت يا بنت الحرام اللي درتي هاد الفعيل هادو وخرجتي على البنت وبسببك ما نجحاتش ودرتي لي هادشي كامل، ودابا جيت انا باش ننتقم منك وانت شيطانه ساكنه في هاد الجسد، تقري لي ما تقري لي. شوف الجهل شوف الغباء ديال البشر كيدير. دوز عليها بواحد الموس، شدها لواف واحد الخنشه ولاحها في واحد المنطقه بعيده من المنطقه اللي كان فيها هو، حيتاش ملي ماتت لي على الايد ديالو قال انا خاصني نبين بان هاد الجريمه دار شي واحد اخر وبانهم خطفهم ودار فيهم هاد الحاله هادي باش البوليس ما يشكوش فيه ويعتقلوه. وداهم بالطوموبيل ديالو لواحد المنطقه بعيده شبه قرويه ولاحهم تماك. واللي ما كانش على بالو ما عارفش بان الروح عند الله عزيزه، وداك الدري الحمد لله ما توفاش ومات، كان غير مغيب وفاقد للوعي. اما ديك البنت مسكينه صافي راه مشات هذيك عند الله، والدري غيديو المستعجلات نيشان الارجونس وغيعيطوا الاب ديالو غادي يشرحوا ليه هادشي كامل. هذا فعل يستحي اصلا ابليس ولا الشيطان انه يدير بحاله، ولكن للاسف اللي عطاه الله عطاه. داك الجد تشد وكاع اللي كانوا منخالطين في هذه الجريمه هذه وتحكم عليهم بالمؤبد، وحتى من هذيك البنت اللي
كذبات ودارت هذا السيناريو كامل بان فيها المس وفيها كذا وهادي وسميتو، حسات بتأنيب الضمير وبدات كتعترف لهم بانها استعملت هذه الطريقه فقط خوفا من الاب ديالها انه يزوجها بواحد الشخص وكذا، وتا هي ما فلتاش من العقاب والضربات بالحبس. غنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، ولا خديتوا العبره من هادشي اللي قلت ما تنساوش تكتبوا لنا الاراء ديالكم في اسفل التعليقات. كان معكم خوكم ياسين، ونتشافوا في قضيه وفي حلقه جديده ان شاء الله.